لو حياتك فيلم درامي تتوقع اسمه ايه؟ طب وبيخلص بهابي اندينج ولا لأ؟ ولا هتبقى نهاية مفتوحة؟ مسا على كل مستمعينا الحلوين، مستمعين هاي فايف. معاكم جهاد فكري كل يوم خميس الساعة 6. والنهاردة موضوعنا عن الدراما في حياتنا. احنا بصراحة شعب بنحب الدراما، يعني حتى لو اليوم ماشي عادي لازم نحط عليه شوية توابل من عندنا، شوية غضب، شوية زعل، على شوية حلوين من مش قادرة اتعامل دلوقتي، وخد لك بقى حبة من دماغي وجعاني ومش فايق. بس السؤال بقى، ليه بنميل نكبر المواقف؟ يمكن لأننا يمكن لأننا بنتأثر بسرعة، أو يمكن لأن الدراما بتخلينا نحس إننا عايشين بجد. يعني مثلا واحد صاحبه اتأخر عليه عادي، بس بعد كده جه والدنيا بقت تمام وكله بقى كويس، يقول ياه خلاص اليوم باظ. في إيه يا حاج؟ مالك؟ او مثلا واحدة بتكلم حبيبها ومردش عليها، في ثانية تلاقي فيه سيناريو اتكتب واتألف وتم اخراجه كمان. هو زعلان، هو اكيد بطل يحبني، هو اكيد بيبعد عني. في ايه يا جماعة؟ الراجل في الحمام عادي. الأم مثلا اللي بتتصل بعيالها ومش بيردوا، فتلاقيها بتلبس ونازلة تدور عليهم في الشارع، ولا هي عارفة هتروح فين ولا أي حاجة، بس دماغها ألفت فيلم سينمائي عالمي. وأذكر الصراحة، الولد اتخطف، البنت عملت حادثة، العيال تعبوا في الشارع ومش عارفين يتصرفوا، مع إن ممكن يكونوا في اجتماع في الشغل أو مثلا في محاضرة في الجامعة. في 100,000 حاجة يا حاجة ممكن تخليهم مش بيردوا على التليفون، غير الدراما اللي حضرتك رسمتيها مع نفسك دي. تعالي بس يا حاجة واستهدي بالله كده، ادخلي البيت والبسي شبشبك وسمي كده وهتلاقيهم بيكلموكي وقلقانين على قلقك مليون مرة. عارفين والله ان ده حب وخوف علينا، بس قلقك الزيادة دراما صحيح، بنموت فيها وبنحبها، وعايزين نقولك ان احنا كمان بنحبك يا ست الكل. الدراما ساعات بتخلينا نعيش في فيلم مش بتاعنا، ونضيع في وقتنا وتفكيرنا في 100 سيناريو مش بيحصل أساسا، وبننسى ناخدها ببساطة وبنقعد نكلكعها على روحنا. بس برضو في نفس الوقت مش عايزة أظلمها، أصل الدراما فيها حتة كده، حتة حلوة، هي اللي بتخلينا نحس، بتخلينا نضحك ونعيط ونتفاعل مع الدنيا. يعني الحياة من غير شوية الدراما السكر دول هتبقى ايه؟ مسلسلات وثائقية يعني. بس خليك فاكر ان الفرق بين الدراما الحلوة والدراما المرهقة هو ان الاولى بتعيش وتطلع منها بضحكة، والتانية بتعيش فيها وتنسى نفسك جواها. جرب كده تبص على الموقف من بعيد، كبعين مشاهد يعني، هتضحك جدا وهتكتشف ان كتير من الازمات الكبيرة دي كانت محتاجة بس لمشهد صمت، مش حوار طويل خالص. خليك دايما على الموجة، خليك دايما في المود الحلو. وهنا تكون خلصت حلقتنا، بس الكلام عن الدراما في حياتنا عمره ما بيخلص، ودايما للحديث بقية. كنتم مع جهاد فكري في هاي فايف كل يوم خميس الساعة 6، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.